السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. سؤال كان تعرض، وكان حد زارع قطعة مواد مخدرة، وكانوا رجال الأمن توصلوا للمكان وقبضوا عليها. فكان السؤال إن أنا أعرف إن فيه تعاطي وفيه إتجار، وده ليه كذا عقوبة وده ليه كذا عقوبة، لكن أنا ما أعرفش زراعة المواد المخدرة دي يتحسب محاسبة إيه؟ زراعة المواد المخدرة بيتعامل معاملة التاجر بالظبط، بنفس القانون ونفس العقوبة ونفس الكيفية. التعاطي ده أمر مفروغ منه، ولكن النهارده التاجر زي اللي هو بيزرع المادة المخدرة، ده تاجر وده تاجر، وحتى القانون فرض نفس العقوبة على اللي بيزرع زي اللي هيبيع بالقطعة. التاجر والمزارع سواء في العقوبة. حبينا نلفت نظركم على أساس إن الناس ما كانتش عارفة هل اللي بيزرع ده بيطبق عليه عقوبة إيه؟ اللي بيتعاطى ولا اللي بيبيع؟ لا، اللي بيبيع. انتظرونا في فيديو جديد ومعلومة جديدة.